سعيد الرشيد، مساء الخير. متواجد هنا في الرواق الوطني محمد بن الرواح ميدان الرباط. بالمناسبة هو معرض كالفاضي اللي تتعرض لنا في الرواق، اللي اختاريت واحد العنوان دال عميق وعنده واحد طابع فلسفي مكتوم. ما هي دلالة هذا العنوان سي سعيد؟ واختيار المعرض واختيار العنوان يعني عنده علاقه بالاعمال. هي واحد الاعمال اللي ما سبقش لها بعد تعرضات، اللي هي تختارات وسط واحد الحقب متفرقه. يعني غتلقى اعمال ديال 2018 ديال 2022 وغتلقى اعمال ديال 2025. كنخدم على احداث معينه اللي كتوقع ليا بشكل شخصي، عندها علاقه بالطفوله، عندها علاقه بشي حوايج اللي عشتهم، احداث اللي ما حكيتهاش. نعم، بقات مكتوبه. دابا كندير اللوح، الطرق التشكيليه للبوح باللوحه. تكلمنا على اهم هذه الاحداث اللي وقعت لك وجسدتيها في واحد المجموعه تاع القبل. حتى في السينوغرافي حاولت نشتغل على الاحداث والمراحل. مثلا واحد المرحله اللي فيها شي لوحات ديال سنه 2013 اللي خدمتهم في واحد الاقامه فنيه في باريس لا سيتي دي زار. دونك هاد الاعمال هذه هي واحد الحكي ولا البوح ديال واحد المرحله معينه ديال المرض اللي كان تقريبا واحد شهر، معاناتها وكل شيء اللي حاولت نأرخها ونشتغل عليها في هاد الاعمال. كاينه اعمال اخرى اللي عندها علاقه بالطفوله ديالي، كاينه اعمال اللي عندها علاقه بالحائط بالحي، بحال كندير تكريم داك الحائط اللي كان هو اول سند الطفوله وتكريم داك السند اول سند ديال الاشتغال. مهما كنكبروا كيبقى داك الطفل بذكرياته، ربما هذاك الشيء كيبقى راسخ لينا اكثر من داك الشيء اللي كنعيشوا زعما انا. نعم، داخل كل موضوع كيكون واحد الطفل مشاري مشاري ولكن جميل. صحيح. سي سعيد، الملاحظ عليك هو انك مكلف في المعارض ديالك التشكيليه. واش هذه عندك قناعه هو انك تبغي تشتغل بهدوء، تشتغل على مشروع، على فكره، على رؤيه قبل ما تعرضها على المشاهدين؟ قليل الظهور، لان بالنسبه لي انا اولا خص نحترم داك الشيء اللي كندير ونحترم الناس، خصوصا كنتكلم على الناس اللي كتفهم التشكيل، الناس الفنانين التشكيليين اللي متبعين المجال والاعمال ديالهم. الفنان التشكيلي المهم هو انه يكون